السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب وفي احسن حال. جايه لكم النهارده بيوم جديد وفيديو حماسي جديد. نقوم كده نشجع بعض ونشد حيلنا، كل واحدة تتنشط وتشوف اللي وراها. بس قبل ما نبدأ فيديو النهارده يا ريت ندعي لاخواتنا في فلسطين، يا رب ينصرهم ويقويهم ويرحم جميع شهدائهم يا رب ويشفي جرحاهم. امين يا رب العالمين. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو. النهارده حماسي، هنبدأ تنظيفات بقى قبل الشتاء. هناخد الشقة كده واحدة واحدة مع بعض. بس طبعا لازم نبدأ بالمطبخ. المطبخ ده أهم حاجة، كل أم وست بيت عارفة إن لما المطبخ يخلص ويتنضف ويبقى على سنجة 10 تبقى خلاص كده الشقة انتهت، وكده الباقي كله سهل بأمر الله وأكبر حمل اتزاح من علينا. اليوم هنا بدأ معايا تقريبا من الساعة 9 الصبح. جوزي فطر ونزل شغله، وأنا فطرت ابني وأخدت سندوتش صغير كده. وزي ما شفتم طبعا لازم نسكافيه، طبعا لازم يوميا عشان نفوق كده ونتنشط ونبدأ يومنا. دخلت اول حاجه كان عندي شويه اطباق ومواعين في الحوض. قلت اخلصهم علشان يبقى الحوض عندي فاضي وابدا تنظيفه كده على رواقه، وما يبقاش شايله هم المواعين اللي في الحوض. والحاجه تبقى نظيفه على جنب، ويبقى خلصنا من اول حاجه. طبعا تنظيفه المطبخ دي انا اخدتها على 3 ايام تقريبا، في وجود بقى طفل صغير وعمايل بقى فطار وغدا، ويبقى صعب ان احنا نخلص المطبخ ده في يوم واحد. حبايبي بقى عايزاكم ما تنسوش تشتركوا في القناه من زرار الاشتراك او السبسكرايب تحت الفيديو. رحوني باللايكات والكومنتات، بتشجعوني وبفرح. كلكم اخواتي، وباذن الله نكبر القناه واحده واحده سوا، وربنا يقدرني واعمل لكم كل الفيديوهات اللي تحبوها وكون عند حسن ظن. ويلا نرجع تاني زي ما انتم شايفين هنا. بدأ الفيديو ده انا اليوم اللي قبليه على طول كنت عامله شويه حاجات عميقه كده في المطبخ، ما لحقتش اصورها بصراحه. يعني كنت بقى ايه بشتغل فيه براحتي شويه. نزلت بقى الدواليب بتاعه المطبخ دي كلها، نزلت كل حاجه في المطبخ كلها الاطباق والكوبايات والمجات وكل حاجه جوه الدواليب نزلتها وغسلتها ونشفتها. ودولاب الخزين نزلته ورتبته وشفت اللي ملهوش لازمه شلته. يعني عملت تنظيفه في اليوم اللي قبل ده، كانت تنظيفه بقى عميقه من الداخل بصراحه. والنهارده بقى بدات هبدا معاكم هنا زي ما هتشوفوا نشوف بقى الحاجات الخارجيه. يعني كل الدواخل خلصتها بقى، وغسلت التلاجة ونضفت البوتاجاز تنظيفه جامده قوي. يعني البوتاجاز انا فكيته من جوه، يعني فكيت الوش الخارجي بتاعه ده كله، شلته كله وغسلته من جوه. اهو زي ما انتم شايفين، هحط لكم صورته دلوقتي. بصوا كنت شايله الوش الخارجي ده كله، طبعا انا مش شايلاه كده من فراغ، يعني كنت عامله حادثه بسيطه واضطريت ان انا اشيل بقى، لان كان في اثار حرق وحاجات وحشه كده فيه كان لازم تتشال. كنت بصراحه عامله غلطه في اليوم اللي قبليها برضو، ان انا كنت بحمر ناجتس. فطبعا الناجتس زي ما معظمنا عارفين لازم بتتحمر في حاجة صغيرة، تبقى حاجة عميقة وصغيرة. فانا كان عندي حلة كده صغننة حطيتها على النار وحمرت فيها الناجتس وعدت بسلام الحمد لله. بس بقى اللي ما كنتش اعرفه ان انا ما ينفعش احط حاجة نشوية في اطار صغير، يعني في حلة صغيرة. فقلت اكمل على الزيت بتاع الناجتس وحمرت فيه بطاطساية. ويا ريتني بقى ما عملت كده، انا حطيت البطاطس من هنا ولقيت الزيت فار كله على البوتاجاز، والنار مسكت في العيون كلها، والنار بقت عالية كده قدامي. وطبعا الحمد لله ربنا ستر، يعني ابني كنت شايلاه ساعتها على ايدي، ربنا سترها معايا. كانت حاجة طبعا خضة وخوف وتوتر كده من منظر النار، بس ربنا سترها الحمد لله بفضل الله. وبس طبعا ساب اثار كانت صعبه جدا. حتى انتوا هتشوفوا معايا، هوريلكم دلوقتي العيون، بالذات العين اللي هي بتاعت النار اللي في الوسط دي، هتلاقوا عليها اثار حرق كتير. حاولت فيها كتير قوي قوي ان انا اشيلهم، وحاولت في باقي العيون برضو يتشال على قد ما اقدر. بس اللي في العين اللي في الوسط دي اللي كان عليها الزيت ومسك فيها اكتر حاجه الزيت، اهو بوريها لكم اهي. يعني حاولت فيها كتير، معرفتش اطلع اكتر من كده. بس الحمد لله يعني ربنا ستر. واحده واحده برضو هغسل واحده واحده كذا مره كده، باذن الله الاثار الحروق دي تتشال. يعني هنا طبعا انا البوتاجاز عندي دايما بحب احط عليه المفرش الالومنيوم ده، بيحافظ عليه. ناس كتير قوي بتقول ان المفرش ده مش صحي، او مش عارفه اقولها لكم ازاي، يعني ان هو اضراره كتيره. بس انا شايفه ان احنا لو اتعاملنا معاه صح زي ما انا بوريكم كده، اهم حاجه فيه
ان فتحات التهويه اللي في اخر البوتاجاز دي تبقى مش متغطيه، لازم تبقى مفتوحه. هي دي نقطه الخطر فيه. طالما انا مخليه فتحات التهويه اللي في البوتاجاز من ورا دي مفتوحه مش متغطيه، يبقى خلاص ما نقلقش من حاجه. بصراحه انا بحب المفرش ده، بيحافظ معايا على البوتاجاز. بغسله، بعامله معامله عادي، البوتاجاز بنضفه بعامله معامله ان الغطا ده مش موجود، وبمسحه يوميا. لكن انا بحس ان هو بيحافظ اكتر على البوتاجاز. هنا بقى هنبدأ بقى التنظيفات، ان احنا هناخد كل الأجهزة الكهربائية، كل حاجة محطوطة على رخامة المطبخ عندنا وننضفها تنظيفة عميقة كده. بدأت هنا بالكاتل، حطيت فيه مية، حطيت فيه ملح ليمون وكربوناتو، معلقة ومعلقة، فيه ميه مغليه، وسبته بقى يغلي كده غلوتين مع بعض. عبال ما يغلي هنرجع نشوفه تاني. جبت هنا الكيتشن ماشين عندي، وبدات امسحها بفوطه كده مبلوله شويه، بحيث ان هي فيها اثار، اي اثار مثلا مكان الايد او مكان العمايل او حاجه اتكبت او كده، نمسح اثرها. هنا برضو كنت بوريكم، بصوا انا بجيب الستيك ده اللي هو بتاع الشيش طاووق، بلف الفوطه عليه، وبوصل بيه للاماكن اللي انا مش عارفه اوصل بايديا. بصراحه التركه دي حلوه، وبتنظف كده اي مكان داخلي كده ما تعرفيش توصلي له، وخصوصا الزوايا هي بتنظفها وبتبقى حلوه، بتوصل لكل مكان. التركه دي انا عملتها بصراحه، ما اعرفش هل في مثلا حاجه ممكن نشتريها تنظف التنظيفه دي، بس ديت يعني الحيله اللي انا توصلت لها. هنا اهو خلصنا الكيتشن ماشين. كنت طبعا غاسله اللي هي الشفشق بتاعه او الدورق بتاعه، مش عارفه، اللي هو الخلاط نفسه يعني، كنت غسلاه. وهنا جبت الهاند بلندر برضو مسحتها، وجبت العجان برضو نفس الكلام مسحته. انا كنت غاسله الطبق بتاعه الحله بتاعته والسكاكين بتاعته والغطا وكل الحاجات دي، كنت غسلاها برضو في اليوم اللي قبله. بس كنت دلوقتي بمسح الجهاز نفسه من بره، برضو بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها. اهم حاجه ايه؟ الفوطه كده تبقى مبلوله شويه، بحيث ان هي تلمع اللي حواليها وخلاص. جبت برضو طقم السكاكين بتاعتي، برضو مسحت الزوايا بتاعته. بصوا نفس التركه، لفيت الستيك عليها الفوطه، وبدأت امسح الزوايا اللي انا مش هعرف اوصل لها بايديا. انا حاطه الفوطه اللي تحت دي علشان بس الحاجه ما تتزحلقش مني. دخلت برضو على منظم التوابل اللي عندي، بدأت امسح. انا كنت منضفاه من فتره قريبه، كنت غاسله الطقم من جوه ومليته معاكم حتى قريب. في الفيديو اللي فات مليت البرطمانات الكبيره دي اللي هي بتاعه النسكافيه، انا فضيت لها مكان. يعني كان في الطقم التوابل ده لسه ليه باقي كده، اللي هو بتاعه الزيت وبتاعه الخل والكلام ده، انا بصراحه مش بستخدمهم، ففضيت الرف بتاعها ده خالص، وحطيت فيه اللي هو البهارات اللي محطوطه في برطمانات النسكافيه. هنا مسحت اهو كل حاجه من بره، زي ما قلت لكم كنت منضفاه من جوه من فتره قريبه. هي الجزء ده كده ما هو مكسور مكان الزيت او الخل تقريبا، انا حاطه فيه كده المعلقه اللي انا بستخدمها في البهارات. هنا كان الكاتل خلاص خلص، الملح والليمون اللي قلنا عليه والكربوناتو، وكان الداخل بتاعه خلاص. حتى هوريهولكوا دلوقتي خلاص. يعني الطريقه دي كويسه جدا في ازاله اي ترسبات في الكاتل. يا دوب بس غسلنا بليفه كده فيها شويه صابون، وهيرجع من جوه زي الجديد. انا طبعا ما رميتش الميه المغليه اللي جواه، انا عندي براد شاي. البراد ده بصراحه انا استخدامي في البراد اكتر بكتير قوي من استخدامي في الكاتل. الكاتل ده بخليه للاوقات اللي هي الضروريه، مثلا مستعجله بسرعه قوي، او مثلا البوتاجاز مش فاضيه ان انا اسخن ميه في البراد، فبستخدم الكاتل. لكن انا استخدامي الاساسي بصراحه للبراد يعني. فاخدت الميه المغليه دي حطيتها في البراد وسبته يغلي هو كمان شويه، علشان برضو لو في اي ترسبات تطلع. هنا كنت جبت المنظم المعالق اللي محطوط على الرخامه، فضيت كل المعالق اللي فيه مع انها نظيفه، بس قلت بقى ايه، تنظيفه عميقه بتنظيفه عميقه، اغسلهم كلهم تاني. ورحت بقى غاسله كل المعالق والمقصات والسكاكين والحاجات اللي بتبقى في المنظم ده كله. وكمان هغسل دلوقتي قدامكم هنا المنظم نفسه بتاع المعالق ده. بصوا يعني التنظيفه العميقه دي لازم كده مثلا على الاقل مره كل شهر، اللي احنا ناخد الحاجات اللي على الرخامه كلها ننضفها، ننضف. يعني مش هقول لكم الدواليب من جوه، الدواليب من جوه دي عايزه مجهود كبير قوي، ان احنا ننزل الرصه كلها ونرصها من اول تاني. بس على الاقل الاجهزه والاجهزه الكهربائيه اللي هي بره الصغيره اللي احنا بنستخدمها دايما دي، ومنظم السكاكين، منظم المعالق، طقم التوابل، الحاجات دي لازم لازم على الاقل مره في الشهر تكون متنضفه تنظيف عميق. غير طبعا التنظيفات اليوميه اللي هي الحاجه اللي احنا بنستخدمها، بنغسلها في وقتها او بنمسحها في وقتها.
بصوا يا بنات، المقص لما يتغسل، نصيحة يعني كده عن تجربة، لازم تنشفيه في وقتها على طول، لان لو سبتيه ينشف على راحته على مثلا فوطة التنشيف او حاجة، لا، المية اللي عليه بتخليه يبرد وممكن تخليه كمان يعمل صدى كده، فلازم تنشفيه اول باول. ده منظم المعالق والسكاكين بتاعي اهو، اخدته تنظيفة كده، غسلة حلوة محترمة من جوه، عشان لو في اي ترسبات هو كمان او حاجة نشيلها على طول. خلاص كده كان البراد بقى برضو زي ما قلت لكم، خلطة ملح الليمون والكربوناتو والمية المغلية في البراد خلصناها، برضو نستغل الشوية دول، ما نرميهمش كده. حطيتهم فضيتهم في الحوض كده على زوايا الحوض كلها، ومسكت الليفة بتاعة المواعين بالصابون وغسلتها. بصراحة خلى الحوض لامع، هو بس مش ظاهر والله في الكاميرا، بس لا بصراحة خلاه لامع ونظيف كده، عطله لمعة حلوة قوي. طبعا انا عندي الاضاءة في المطبخ صعبة شوية، حتى هيبان كده في بقية الفيديو، في الفيديوهات اللي بصور في المطبخ بتبقى الإضاءة مش أحسن حاجة، بس حاول أظبطها الفترة اللي جاية. هنا بقى دخلنا على الميكروويف، زي ما قلت لكم الأجهزة كلها. جبت المنظف ده من بتاع ماي واي، مخصص للميكروويف والتلاجة، ريحته حلوة قوي، بيحسسك ان انتي معقمة الأجهزة، بستخدمه حلو قوي. رشيته هنا بقى في الميكروويف، وبرده بالليفة فيها الصابون، ليفة ناعمة يا بنات. وبدأت أمسح من جوه، وبرده فوطة ناشفة، وبدأت أنشف زي ما انتوا شايفين كده. طبعا كنت شايلة الكهرباء، انا على فكرة كنت مسحاه بس من بره في اليوم اللي قبله، بس حتى باين قوي ان انا ما كنتش عايزة اشيل المفرش، بس لا، قلت طالما همسحه كده تاني امسح من تحت المفرش برضو. كنت شايلة المفرش ده في اليوم اللي قبله، وكنت مسحة الجهاز من بره يعني. بس وغسلت الطبق بتاع الميكروويف والحامل بتاعه، وحطيتهم جوه الميكروويف كده، خلصناه اهو. مسحته من بره اهو، ظبطته تاني، وحطيت الفيشة بتاعته، وكده خلاص. مسحت المج الخارجي ده اللي حاطه فيه وردة زي ما ديكور. دي طبق كده، علبة تلاجة بحط فيها السمنة اللي انا بستخدمها، يعني برطمان السمنة بيبقى في الدولاب الخزين عادي، بس باخد منه كده جزء واحطه على على الرخامة جنب البوتاجاز، علشان يبقى تحت ايدي على طول. هنا بقى كان عندي مشايات اوضه النوم، بصراحه انا كنت بعت السجاد بتاع الشقه، احنا هنشوف سوا بقى فرش الشقه في الفيديوهات الجايه. كنت بعت السجاد، يعني مش كل السجاد بصراحه، بعتها المغسله، ما اقدرش صراحه ان انا اغسلها على ايدي، بس اخدت هنا مشايات اوضه النوم، واخدت برضو ديت السجاده بتاعه المطبخ، وقلت اغسلهم انا بقى ايه على ايدي كده في الحمام، غسله محترمه، وسبتهم يتصفوا على البانيو، واخر اليوم لما تصفوا رحت مطلعهم في البلكونه. هنا بقى طبعا اليوم مضغوط، ولسه ورانا غدا، فنعمل ايه؟ نعمل اكله سريعه. اكله سريعه بقى اللي هو ايه، نقضي اليوم وفي نفس الوقت تبقى ايه، كأننا عملنا مجهود يعني. هنا جبت 3 بطاطسات عندي، وطلعت عيش سوري كان عندي في الفريزر، كنت موريه لكم في الفيديو بتاع تنظيف الديب فريزر. العيش السوري ده بخليه عندي احتياطي كده لوقت الزنقه، اللي هو شوفوا يعني الاكله دي ما اخدتش معايا نص ساعه حتى واقل تقريبا. هو تظبيطاتها كلها يعني، هو يا دوب قطعت البطاطس، انا كنت بقطعها على القطاع عشان كنت عايزاهم يطلعوا كلهم تقريبا نفس الشكل ويبقوا مش تخان قوي. جبت بقى الطاسة بتاعت البطاطس، حطيتها على النار، وحطيت طبعا شوية زيت، سبتهم يسخنوا شوية، وبعد كده بدأت أنزل فيهم بالزيت، وحمرنا شوية البطاطس اللي عندنا. نعمل مع بعض سندوتشات بطاطس سوري، يعني هو ده بقى الغدا الموجود يا جماعة، احنا ورانا تنظيفات مش فاضيين، المهم ناكله خلاص، وكل فضل ونعمة من عند ربنا. قلت اعمل برضو تومية كده، اللي هو نبقوا باينين ان احنا عاملين مجهود ومظبطين، يعني مش عاملين اي كلام، احنا برضو عاملين مجهود. التومية يا بنات طريقتها سهلة قوي. جبت ربع كوباية نشا، عليها يعني الربع كوباية يبقى عليها نص كوباية مية، ودوبتهم مع بعض كده على البارد، وبعد كده رحت حطاهم على البوتاجاز وهم دايبين، وتقعدي تقلبي لحد ما توصل ان هي تبقى قوامها زي المهلبية. حاولت اظبط لكم الاضاءة عشان تبان اهو، مجرد ما توصل للقوام ده يبقى خلاص نطفي عليها. ونيجي بقى نحط هنا في الخلاط او الهاند بلندر برضو ربع كوباية مية او شوية مية كده، تقريبا ربع، عليهم 3 فصوص توم مفروم، وهنا معلقة كبيرة خل، وشوية ملح، وبدأت اخلطهم مع بعض بقى. الخليط اللي احنا عملناه ده نخلطه مع بعض تمام. مجرد ما يتخلط مع بعض بنجيب المهلبية اللي احنا عملناها دي، طبعا تكون بردت شوية وهدت كده منها، ونبدأ نخلطها هي كمان مع
الخليط اللي في الهاند بلندر. بننزل بقى بربع كوباية زيت تدريجي كده بسيط لحد، ونفضل بقى نضرب فيها لحد ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه. كده خلاص بقت التومية جاهزة وطعمها تحفة. طالما انتي مظبطة الخل والملح هتلاقي طعمها تحفة. هنا كنا حمرنا البطاطس، اتحرقت مننا شوية مش مهم. بس حمرنا هنا البطاطس، اسيبها بقى تبرد شوية وهبدأ بقى ايه معاكم اعمل السندوتشات. اهم حاجة نخليها تبرد شوية عشان نعرف نتعامل. جبت العيش السوري اهو، بنقلبه بنتنيه كده تانية بسيطة كده من نصه او يعني تلتينه كده. ونحط بقى معلقة التومية وعليها شوية البطاطس. حطيت هنا بقى رشة كاتشب. المفروض طبعا البيزك والاساسي في اي سندوتشات سوري هو الخيار المخلل. بصراحة ما كانش عندي، فالجيش قال لي اتصرفي، رحت حاطه ليمون مخلل. مش مهم، المهم ان احنا عملنا سندوتشات فيها مخلل. وهنا لفيته اهو بوريلكوا لفه سهله. بصراحه والله العظيم الاكله كانت حلوه مش وحشه يعني، وقضينا اليوم وما اخدنا ما عملناش مجهود وما اخدناش وقت. طبعا انا بلجأ للحاجات دي في الايام اللي بيبقى عندي فيها تنظيفات، عندي فيها مشاوير، الوقت ضيق مش لاحقه اعمل حاجه. بس هنا بقى خلاص خلصنا السندوتشات، لفتها كلها بنفس الطريقة. وجيت بقى في الجريل على النار، حطيت فيه حتتين زبدة كده صغيرين، وبنيجي حاطة فيه السندوتشات. بنحطهم يا بنات من عند القفلة، اخر اللي هي اخر لفة في السندوتش عشان تقفل من الحرارة. اهي باينة حتى. مجرد ما اخد لون، طبعا الزبدة بتحروق الحاجة بسرعة، لان الزبدة نفسها طبعا يعني الكل عارف اكيد، وانا مش بقول معلومة جديدة، بس انا بقول لاخواتي اللي هم بيبقوا جداد في المطبخ، الزبدة بتتحروق بسرعة او بتتحرق بسرعة، فاحنا نلحقها بقى. بس بقى وانا هنا كنت خلاص عطيت له بقى من كل الجوانب كده التحميصة الحلوة دي، احنا بنحبه محمص شوية زيادة. وبس، وقطعت خيار مع الكاتشب والتومية. والحمد لله فضل ونعم. وبس كده يا بنات، احنا كده وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب او الاشتراك من تحت القناة. ويلا مع السلامة.